سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. العيش البلدي مفيش أحلى منه للفطار. مهما دقنا ومهما جربنا دايما بنحن للعيش البلدي المصري اللي معمول بالردة أو نخالة القمح. كنت الأول فاكرة إن صعب إن احنا نعمله في البيت ويطلع بالظبط زي اللي بنشتريه من الفرن، بس بعد ما جربت طرق كتير جدا اكتشفت إن الموضوع في منتهى البساطة، وإن احنا ينفع جدا نعمل عيش بلدي في البيت بجودة الأفران ويمكن أنضف وأحلى كمان. اهم حاجة في الوصفة كلها ان احنا نعرف نقرا العجين، يعني نعرف نتعامل معاه صح، نعرف نعجنه مظبوط بحيث ان كل اللي رغيفها تقب وتنفش كده، سواء بقى هنسويها في الفرن او على عين البوتاجاز. الموضوع بسيط، اهم حاجة ان احنا نركز في كل التفاصيل اللي هنقولها، لان هو ده بجد اللي بيفرق ويخلينا نعمل عيش بلدي في منتهى الجمال. المقادير بمنتهى البساطة: شوية دقيق، مية، سكر، خميرة وملح، وكمان معاهم الردة أو نخالة القمح، وده طبعا ليها بديل هقولكوا عليه. هنعمل النهاردة نص كيلو دقيق، يعني 4 أكواب معيارية. تقدروا تستخدموا الدقيق لجميع الأغراض، بس أنا بفضل إن أنا أستخدم دقيق الخبز. بضيف مع النص كيلو دقيق شوية ردة اللي هي نخالة القمح، يعني 12 جرام أو تقريبا 3 معالق كبيرة، ده بيكون شكلها. البديل إيه لو مش متاحة؟ إن إحنا بنستخدم مزيج ما بين الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر اللي هو كامل الحب، بس هنستخدم يعني كوباية من الدقيق الأسمر قصاد 3 كوبايات من الدقيق الأبيض. حاولوا انكم ما تزودوش الدقيق الاسمر عن كوبايه، يعني انا اوقات ممكن استعمل نص كوبايه. ليه بقى؟ علشان العيش يطلع هش وطري زي اللي بنجيبه من الفرن، وفي نفس الوقت يبقى احنا لسه حاسين بطعم النخاله اللي موجود في الدقيق الاسمر. عجينه العيش البلدي بتحتاج ميه كتير، هنحتاج تقريبا 350 ملي او كوبايه ونص من الاكواب المعياريه ميه دافيه. في الفرن ممكن يزودوا نسبة المية عن كده، بس احنا علشان بنشتغل في البيت هيكون اسهل علينا ان احنا نستخدم مقدار من المية اقل شوية. هيدينا عيش طري وفي نفس الوقت العجينة تبقى سهل نتعامل معاها. كمان هنحتاج لمعلقتين صغيرين من الملح أو تقريبا 10 جرام، ومعاهم معلقة كبيرة من الخميرة برضو 10 جرام، وكمان 5 جرام من السكر أو معلقة صغيرة، دي بتساعد إن العيش ياخد لون حلو. في البولة اللي هنعجن فيها بنضيف المية الدافية ومعاهم السكر والخميرة وكمان الردة، ولو هنستخدم دقيق أسمر بنضيفه الأول، ومعاهم بنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الخل الأبيض، دي بتبقى زي محسن كده للعيش، بيحافظ على طراوة العيش بتاعنا لمدة أطول. الدقيق الأبيض بقى بضيفه بالتدريج، وبضيف معاه الملح دلوقتي. لو تلاحظوا أنا ما ضفتش الملح مع الخميرة في البداية. ليه بقى؟ لأن الملح ممكن يموت الخميرة، هم الاتنين أعداء وما ينفعش إن احنا نحطهم مع بعض خالص، نبعدهم عن بعض يعني. هقلب كده شوية شوية، وطبعا أنا في البداية بعجن بمعلقة خشب علشان العجينة بتلزق، وده بيحافظ على إيديا نظيفة لأطول وقت ممكن يعني. طبعا بنضيف الدقيق الابيض بالتدريج لانه اختلاف نوع الدقيق بيفرق كمان في امتصاص السوائل. بعجن بقى بمعلقه خشب او ببنش سكريبر. اهم حاجه ان العجينه بتاعتي تكون بتلزق، كل ما تكون بتلزق اكتر كل ما العيش بتاعنا هيبقى ناجح اكتر. بصوا ده شكل العجينه، بتلزق زي ما انتم شايفين، وكمان لما بشدها بتقطم، مفيش فيها اي عرق. صعب ان احنا نتعامل مع العجين ده مباشره. احسن حاجه ان احنا نغطي العجينه ونركنها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. بعد 10 دقايق بقى ببدأ أعجن، إيد ماسكة البولة وبتحركها، والإيد التانية بتعجن بالعجينة بالشكل ده كده، بتلت كده وترفع العجينة وتنزلها بالشكل ده. عارفين بقى الفلاحات زمان لما بيجيبوا كده طشت كبير ويقعدوا يعجنوا فيه بالشكل ده؟ حاولوا إن انتوا تبقى إيد واحدة بس اللي متوسخة، ما يبقوش الاتنين. هنقعد نعجن بقى بالطريقة دي ممكن 10 دقايق ربع ساعة، خدوا وقتكم خالص لأن ده مهم جدا، لحد لما تدوسوا على العجينة كده ما تبقاش بتعمل حفرة، تبقى بترجع تاني. وطبعا العجينة بتلم على بعضها وما بتكونش بتلزق، لما بنشدها بتمط مش بتقطع. في طريقة تانية برضو للعجن، ودي أنا بفضلها وتعتبر أسرع كمان. بنزل العجينة على البنش. بصوا ما تخافوش لو لقيتوها ماسكة كده في كل حاجة وبتلزق، ايدينا كده بعيد عن بعض شوية، برفع العجينة وانزلها بالشكل ده كده. ما تسيبوش العجينة خالص من ايديكم، تعملوا الحركة دي بسرعة، حركات كده متتالية متتالية ورا بعض بسرعة. العجينة هي اللي هتسيب ايديكم لما تبقى جاهزة. اوكي، لو حسيتوا ان هي بتلزق قوي نزلوها على البنش ولموها كده بالبنش سكريبر، وارجعوا اعملوا نفس الحركة تاني.
اعتبروا كده إن أنتم بتلعبوا لعبة بالصلصال، يعني جرّبوا مرّة و2 ومع الوقت هتكتشفوا إن أنتم بتطوّروا من نفسكم وبتتعلموا حاجة جديدة، بجد هو الموضوع ممتع جدًا، حاولوا جرّبوا لحد لمّا هتنجحوا فيه، بُصّوا قد إيه العجينة بتتغيّر شكلها زي أي حاجة في الدنيا، ما فيش حاجة بتفضل على حالها، نعرف إزاي إن العجينة اتعجنت مضبوط أهو مش بتلزق بندوس عليها بترجع تاني وشكل الكورة ناعم وأملس بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. لو عندنا العجان بنضيف كل المكونات بنفس الترتيب وبنعجن بسلاح العجن لمدة تقريبا 5 دقايق 6 دقايق على سرعة متوسطة لحد العجينة كده ما تبقى بتمط وفيها عرق وبتسيب الجوانب بتاعة البولة. هاسيب العجينة تخمر لحد لما يتضاعف حجمها، طبعا المدة على حسب درجة حرارة الجو. بغطيه كويس بكلينج فيلم بكون دهناه بشوية زيت كده عشان لما تخمر العجينة ما تلزقش فيه. في الفترة دي بقى بكون مجهزة شوية ردة خلطاهم مع دقيق، وبرش الصينية اللي هشكل عليها الكور بخليط الردة والدقيق ده. اوكي، وبكون مجهزة برضو ملاية كبيرة وبرشها بخليط الردة والدقيق ديت اللي هحط عليها العيش بعد ما افرده. ممكن بدل الردة نرشها عادي بدقيق أسمر. ده شكل العجينة بعد ما خمرت كويس قوي واتضاعف حجمها بالشكل ده كده. هبدأ بقى أشكلها الكور، ببل ايدي بشوية زيت او مية واخد جزء من العجينة يعني تقريبا في حدود 110 جرام كده، اقوم مغطساها الاول في شوية دقيق وشكلها بقى ما بين ايدي على شكل كورة منتظمة الشكل. حاولوا كده تظبطوا شكل الكورة علشان لما نيجي نفرد الرغيف يبقى مظبوط. الجزء المكعبل اللي فوق ده هو ده اللي بحطه لتحت، هو اللي ده اللي بيبقى زي ما انتوا شايفينه كده، هو اللي لازق في الرد. شكلت النص كيلو لتقريبا 8 كور، بغطيهم بقماشة تكون مبلولة ومعصورة كويس جدا ونسيبهم بقى حوالي 10 دقايق يرتاحوا علشان لما اجي افردهم يتفردوا بسهولة. العيش البلدي بيتفرد على ردة، بس الطبق اللي فيه ردة ده ممكن نحط معاه معلقتين 3 من الدقيق ونخلطهم كويس بحيث ان الرغيف ما يبقاش متشرب بكمية ردة كبيرة قوي. على الوش بنحط رشة خفيفة خالص من الدقيق، دقيق بس ما معهوش اي حاجة، وما نكترش من الدقيق على وش العجينة، يدوب بس رشة خفيفة علشان ما تلزقش في النشابة واحنا بنفرده. لما نيجي نفرد الرغيف بنرفعه كده كم مرة علشان نتأكد ان هو مش لازق في البنش، ولو حسيت انه بيلزق بنرش تحت العجينة شوية ردة. فردته بالسمك ده، هو ده السمك المظبوط، ما تخليهوش أضخم من كده، وناخدها بقى نحطها على الملاية اللي احنا مجهزينها ورشينها بالردة بالشكل ده كده. لو حسيتوا انه العجينة سطحها مش مظبوط في حتة أتخن من حتة بنسويها ونفردها مظبوط. ليه بقى بحطها على ملاية؟ علشان ده بيسهل عليا لما باجي بشيل الرغيف عشان اسويه، خصوصا لو انتوا مبتدئين، وطبعا دايما بغطي كده بقماشة تكون مبلولة ومعصورة كويس. بخلص فرد كل الرغيفة، ولما بنيجي نسوي بنبدأ بأول رغيف فردناه في الأول خالص. لو هنسوي العيش في الفرن بنكون مشغلين الفرن من قبلها بتلت ساعة ولا حاجة على أعلى درجة حرارة، ولو الفرن والشواية بيشتغلوا مع بعض نكون مشغلينهم مع بعض. لو هسويه في الفرن بحب ان انا ارشه كده بشوية مية قبل ما ادخله، ده بيساعد ان الرغيف كده يتأمر وياخد لون حلو قوي من فوق. طيب لو الفرن والشواية مش هينفع يشتغلوا مع بعض نعمل ايه؟ بنجيب طاسة ونسخنها كويس قوي، لازم نتأكد ان الطاسة تكون سخنة على نار متوسطة، ونحط الرغيف هنسيبه تقريبا 30 ثانية ولا حاجة لحد لما يتشمع من تحت ويبدأ كده يطلع فقاقيع من فوق. نجيب سباتشيلا ونقوم شايلين الرغيف وحاطينه تحت الشواية في التلت اللي هو اللي فوق من الفرن. الشواية حرارتها هتكون كفاية ان هي ترفع الرغيف وتحمره، وفي نفس الوقت مش هياخد وقت طويل، انا مش عايزة العيش يقعد مدة طويلة في الفرن. هو الطريقة دي أحسن حاجة بحيث إن أنا أخرج الرغيف يبقى طري ومتحمر من غير ما ينشف.
وينفع برضو ان احنا نسوي الرغيف بالكامل على الطاسة، كل 30 ثانية مثلا بقلب الرغيف على الوش التاني، يعني بعد ما يتشمع من تحت على 30 ثانية ولا حاجة اقوم قلباه بالسباتولا واخليه برضو 20-30 ثانية تانية واقلبه. وبالطريقة دي هفضل احركه كل شوية لحد لما يبدأ الهواء اللي فيه يسخن كفاية بحيث ان هو يرفع الرغيف. هياخد وقته وهينفش ان شاء الله، ما تقلقوش خالص. حتى يعني لو ما اتنفخش ايه المشكلة، ايه القضية، وما تتوتروش، مع الوقت هتتعلموا وكل اللي رغيفها هتبقى لذيذة حتى لو مش نافخة خالص. كل حاجة في الدنيا بتيجي بالتدريج وبالتجربة والممارسة، نغلط مرة نتعلم منها وهكذا. طبعا وارد واحنا بنقلب الرغيف انه يتخرم فيخرج منه الهواء، لو حصل كده بنقوم جايبين الاسباتيولا حاطينها على المكان اللي اتخرم منه الرغيف بحيث انه يفضل حابس الهواء السخن جواه. بعد ما بنسوي رغيف بيبقى فيه كده شوية رد على الطاسة، لازم نمسحهم كده بقماشة مبلولة علشان دي لو اتحرقت هتأثر على الرغيف التاني ويبقى محروق كده وطعمه مش حلو. لو حابين العيش يبقى مقمر ومنفوخ كده ومقرمش زي العيش اللي بناكل بيه البامية، يبقى هنسيبه في الهواء مش هنغطيه ولا حاجة خالص. لو حابينه يفضل طري فبنلفه فوق قماشة. اما بقى لو هنحطه في الفريزر لازم نستنى عليه يبرد تماما، وبعد كده بنحطه في اكياس الفريزر ونخرج منه وقت ما نحتاج. دي كانت كل حاجة عن العيش البلدي بمنتهى البساطة، جربوه في البيت هيعجبكم قوي وهستنى تطبيقاتكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتشوفوا كل الفيديوهات التانية، وكمان ما تنسونيش بتاعه حلوة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.